أغلق نادي ريال مدريد صفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، ويبدو أن النجم تشيلسي سيكون ثاني صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قالت شبكة ديفينسا سنترال الإسبانية في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن ممثلي ريال مدريد تواجدوا أمس في العاصمة البريطانية لندن من أجل إتمام الصفقة ووضع الرتوش الأخيرة عليها، حيث أن هازارد أصبح قريب جدا من تحقيق حلمه وارتداء القميص الملكي. وبالتالي فإن الريال أصبح يمتلك اتفاق كامل مع هازارد على الشروط الشخصية، ولم يتبقى سوى الاتفاق مع تشيلسي على قيمة الصفقة. وقالت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد أغلق بالفعل التوقيع مع إيدين هازارد صاحب 28 سنة مقابل حوالي 80 مليون يورو، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الأيام القليلة القادمة، ليصبح ثاني صفقة بعد التوقيع مع المدافع إيدير ميليتاو القادم من بورتو. قالت صحيفة الصن البريطانية أن نادي برشلونة قد قرر بالفعل بيع مدافعه الفرنسي سامويل أومتيتي في الانتقالات الصيفية القادمة، ليتمكن من حسم صفقة التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس ديليخت، حيث يرى مسؤولو البارسا أن أومتيتي قد غاب هذا الموسم لفترات طويلة بسبب مشاكل في الركبة، وسيبقى يعاني من هذه المشاكل، وسيغيب كثيرا عن النادي مما يؤثر على مستواه بشكل كبير، وهذا ما ظهر بعد عودته مؤخرا للمشاركة في المباريات. بالمقابل أصبح الفريق الكتالوني يمتلك كليمون لونغلي الذي أثبت أنه مدافع ممتاز خلال الفترة التي غاب فيها أومتيتي، إضافة إلى جيرارد بيكي وتوديبو. ومع ضم ديليخت سيكون البارسا قادر بالفعل على التخلي عن أومتيتي. وحسب هذا الصن فإن أكبر المهتمين بالتعاقد مع مدافع أولمبيك ليوني هم أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وخاصة اليونايتد الذي كان يحاول التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي قبل أن يجدد عقده مع برشلونة.